يحمينا ان الواحد يشكر على كل حاجة حلوة في حياته، ويشكر كتير ويفكر نفسه بيها، لأنه للأسف شيطان هذا العصر بيركز معانا قوي على النواقص، وكأننا محرومين، مع ان احنا قياسا على أجيال قبل كده مرفهين جدا. إنما النظرة نفسها، انت شايف الخير اللي عندك، شايف رجليك اللي بتتحرك، شايف نفسك، شايف الناس اللي حواليك، شايف اللقمة اللي بتاكلها، انت بتشكر. لو قعدت تشكر هتحمي نفسك كتير من الحزن والكآبة. من الحلول المهمة أوي إن الإنسان يتبرمج يمنع نفسه من المقارنات والتوقعات. الكلمتين من دول مهمين أوي. الكومباريزونز والاكسبكتيشنز دول لوحدهم مداخل للكآبة. اللي قاعد يبص على اللي حواليه ويقارن، أو اللي منتظر كتير أوي من الدنيا ومن الناس، ده